بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم بألف خير. كتير منا خزن المانجا وعمل العنب زبيب، والأيام دي دور أو أيام وموسم البلح الرطب، اللي طبعا احنا عارفين فوائده كتيرة، وكمان هو رخيص الوقتي، وعشان بعد فترة قصيرة جدا ما بقتش بتلاقيه، وبيبقى بديله اللي هو البلح اللي بيتسمى بلح كوباية، اللي ما ينفعش يتخزن او ما بيبقاش بجودة وطعامة البلح الرطب اللي احنا شايفينه ده. البلح الوقت رخيص، يعني انا جايبة البلح ب11 جنيه في الصندوق اللي هنشوفه بعد كده ان شاء الله، هو جملة يعني. بتخزنيه لرمضان وللسنة كلها، يعني ان شاء الله ربنا يطول اعمارنا جميعا ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. بيبقى حلو قوي للفطار. احنا عارفين طبعا ان البلح الناشف بيبقى غالي جدا وقتها، حتى لو جبتيه وده معاه بيبقى حلو قوي. هنشوف الوقت ان شاء الله ازاي بتستفيدي من البلح كله، اللي قشرتها مقفولة وناشفة، واللي كمان القشرية بتاعتها مفتوحة، ازاي هتستخدميه وتخزنيه وبيبقى معاكي طول السنة، كأنك جايباه وكأن ده موسمه وما بيتغيرش طعمه. هنشوف الطريقة الصح جدا وعن تجربة لتخزين البلح اللي ما بيتغيرش طعمه أبدا بعد التفريز. البلح اللي هتسيبيه بقشره، والبلح اللي كمان هيطلع ما ينفعش، يعني قشرية مفتوحة ولازم تحشيلي القشرية عنه. فهنشوف الوقت ان شاء الله. ده البلح بعد ما سيحت، اللي هنشوفه دلوقتي. انا بحبه ما بيتهرش كده، يعني بحب البلح هتفضل نصين زي ما هي، زي ما احنا شايفينها كده، وطبعا بنضيف سمسم للي يحب. وده البلح زي ما احنا شايفينه بعد ما كيسته. هنشوف قبل ما نكيسه بنعمل ايه، ونشوف الطريقة الأصح إن شاء الله للتخزين اللي يفضل معاكي طول السنة من البلح لوقت ما يطلع البلح التاني. وممكن يكون عندكم أرخص من كده، بس أهم حاجة تجيب البلحة الناشفة اللي تنفع تتخزن وطعمها ما يتغيرش معاكي طول السنة. وكمان هنعرف استخداماته، تقدري تستخدميه في ايه. ولو هتعمليه كله عجوة لازم تغسليه الأول وتقشريه وعلى صينية وتحطها في الشمس وتغطيه بشاشة عشان ينشف، او تسخني الفرن قوي وبعدين تهديه وتنشفي جزء جزء. مدة تنشيف كل جزء ساعة في الفرن على نار هادية، وتبيتيه كله لما يبرد تفرميه في المفرمة، ما ينفعش في خلاط ولا في كب. وبكده بقى معاكي احسن عجوة بتكيسيها على حسب استعمالك وتفرزيها للسنة كلها. وتفرزيه بلح زي ما هنشوف دلوقتي او تعمليه عجوة، النتيجة هتعجبك جدا وتخليك ان شاء الله تعمليه كل سنة. معايا زي ما احنا شايفين كده صندوق بلح. اهم حاجة يكون البلحة ناشفة وما يكونش فيه تلف كتير، ويكون طازة وريحته حلوة. زي ما احنا شايفين ما شاء الله البلحة بتفتحيها بلحة ناشفة وحية وريحتها حلوة جدا، وشكلها زي ما احنا شايفين بلح حلو قوي قوي ونضيف، تعرفي تخزنيه. زي ما احنا شايفين بتكون البلحة مقفولة، يا اما بالقشرة بتاعتها دي او حتى من غير القشرة ما هي عليها، بس بتبقى مقفولة وما تبقاش البلحة مفتوحة عشان تعرفي تخزنيها وما تغيرش طعمها. وهنشوف الوقت ان شاء الله القشرية بتاعتها مفتوحة هنعمل فيها ايه. بتجيبي اكياس على حسب ما هتستعملي، كيس كبير، كيس وسط، كيس صغير. هتشوفي انت بتستخدمي قد ايه او تستعملي قد ايه، وتحطيه في الكيس اللي ينفع استخدامك لكل مرة. زي ما احنا شايفين كده في بلحة هي مفتوحة من فوق ما تنفعش تتحط في الكيس، فمعايا مشنة او مصفى على جنب كده هلم فيها البلحة اللي قشرتها مفتوحة زي ما احنا شايفين، او اللي مفتوحة من فوق ما بتبقاش مقفولة. هنلم فيها البلح اللي زي ده كله، والاخر ان شاء الله هنشوف هنعمل فيه ايه. مفيش حاجة هتترمي، والاتنين تنفعي تخزنيهم، والاتنين اللي قشرتها مفتوحة او اللي البلحة المقفولة بعد التفريز ان شاء الله هتطلعيهم في اي وقت، او في رمضان زي ما قلت، وطول السنة كمان، ان شاء الله الموسم اللي جاي على اخر كيس هيبقى طعمه كأنك جايباه في موسمه وما تغيرش طعمه ابدا بالتفريز. زي ما احنا شايفين دي بلحة اهي هتتحط هنشيلها في المصفى او المشنة. اما اللي بنحطه في الكيس فهو البلحة الناشفة اللي ما يبقاش فيها فتحة من فوق او فتحة من اي ناحية في القشراية. زي ما شايفين البلحتين اللي فاتوا دول
يعني أنا ببين بتبقى مفتوحة من فوق، هي ما تنفعش تتحط في الكيس. وزي ما قلت بتعبي اكياس على حسب ما هتستعملي. ونسيت اقول على اهم نقطة في البلح، انك ما بتغسليش. لما بيجي من عند البياع اللي جايباه منه بيبقى ناشف. لو غسلتيه المية هتدخل بين القشراية والبلحة وهتكون تلج، وهيدا اللي بيغير طعمه في التخزين. لكن لما بتحطيه من غير غسيل بتفضل البلحة ناشفة، والقشراية يعني ما فيش بينها وبين البلح مية، فما فيش فيه تلج. ان شاء الله. ولما بتطلعي الكيس وهو لسه خارج من الفريزر، هو ما بيجمدش قوي. يعني هو البلح مش بيبقى قطعة جامدة زي اي حاجة بتخزنيها، لا بيفضل يعني لو ضغطت عليه يفك من بعضه. بمجرد ما تخرجيه من الفريزر على طول، اي كيس هتستخدميه تغسليه على طول وهو لسه يعني يمكن جامد شوية، وبعدين تحطيه في مصفى يصفى وتستعمليه زي ما انت عايزة. بأكد تاني ما تغسليش عشان تفضل البلحة حلوة وطعمها حلو وما يتغيرش في الفريزر من المية اللي هتبقى بين القشراية والبلحة. والنقطة التانية المهمة جدا في البلح، عشان تخزنيه ما تقشريش. وان قشرتيه لازم من خطوة ان شاء الله هنعملها وهنشوفها بعد ما بنفرز او بنلم البلح اللي قشريته مقفولة ونحطه في الكيس. البلحة المفتوحة ان شاء الله هنشوف هنعمل فيها ايه عشان لما نخزنها طعمها ما يتغيرش. لكن هو شرط اساسي جدا ان انتي تخزني البلح بقشره، ما تقشريش وتعملي فيه اي خطوة تانية الا اذا كنت هتعمليه عجوة. وزي ما بينت طريقتها في الاول، لو هتعمليه كله عجوة من الاول وتفرزيه كعجوة، لازم تغسليه عشان هيتقشر للعجوة. لكن لو هتعينيه وبعد كده تعملي زي ما انا شايله الكيس الكبير ده، هطلعه بعد كده ان شاء الله اعمله عجوه زيه زي البلح اللي عايزاه بطعم الرطب. ما غسلتوش، وبتشيلي البلحة المقفولة وبعد كده اخرجه. بمجرد ما يخرج من الفريزر اغسله واحطه في مصفى يصفى واقشره واعمله عجوة بالطريقة اللي بينتها في الاول. تعملي كيس صغير كيس كبير على قد ما هتطلعي كل مرة. معايا ده البلح اللي قشريته مفتوحة اللي معانا في المصفى ده، ده لازم يتغسل قبل ما تقشريه. ونشوف ان شاء الله الخطوة الجاية هنعمل فيه ايه، عشان لو حابة برضو تفرزي من البلح اللي قشرتيه من غير ما يتغير طعمه بعد كده. معايا التالف من الصندوق اللي ما ينفعش يتحط على البلح اللي هنقشره او البلح اللي شلناه من غير تقشير، الكام بلح السمر دول. والبلح الاحمر ده ده طبعا هو ده كل اللي ايه خرج من الصندوق كتالف. ان شاء الله هنغسل البلح ده ونقشره ونفصصه. واي كيس تخرجيه من الفريزر في اي وقت في السنة، ولو قبل الفطار في رمضان، بمجرد ما يخرج من الفريزر بتغسليه على طول وتحطيه في مصفى يصفى من المية قبل ما تقشريه، او هتاكلوه كده كرطب زي ما بيبقى في اوانه. معايا البلح اللي كان في المصفى بعد ما غسلناه وقشرناه وتفصص بالشكل ده، هنشوف هنعمل فيه ايه. بلح بتقشريه ما ينفعش يتحط في الفريزر الا اذا اتعرض للنار. فعشان تفرزيه البلح اللي قشريته ما تنفعش تتحط في الكيس زي ما قلت، عشان برضو طعمه ما يتغيرش، تبقى البلحة مقفولة. بتقشريه ونفصصه بالشكل ده. وزي ما شايفين معايا طاسة حطيت فيها زيت، بتحطي زيت على حسب قدر البلح اللي معاكي اللي هتسيحيه. وممكن تحطي سمنة بلدي لو بتحبيها، او سمنة نباتي، سمنة العلب كله ينفع. بتحطي على حسب ما بتحبي مادة دهنية والقدر اللي على قد البلح اللي بتسيحيه. بعد الزيت ما بيتقدح وبيسخن جامد جدا، النار بتبقى وسط بالشكل ده، بننزل فيها البلح وبنقلب تقليب مستمر عشان البلح ما يتحرقش. وعايزة تهرسيه جامد، ممكن اول معلقة اللي معاكي تهرسي فيه على قد ما تقدري. يعني ده عشان ان شاء الله بيبقى بعد كده ممكن تاكلي بيه عيش، تغمسي بيه عيش او تغمسي بيه رز كمان بيبقى حلو قوي. وممكن اول بلح المتسيح ده من غير اللي بنسيحه ده من غير ما تحطيه على النار، تاكلي بيه عيش وتاكلي بيه بلح من غير ما يتسيح. بعد ما بتقلبيه، وانا زي ما بينت في الاول ما بنحبش البلح مهروس قوي اللي بنسيحه، ما بنحبوش مهروس. بحاول احفظه
كنصين بس، يعني البلحة تبقى نصين بس، مهم تتعرض للنار. وبعد 3 دقايق من التقليب المستمر زي ما شايفين ضفت له معلقتين سمسم، والسمسم ده اختياري، يعني تحبي تضيفيه ضيفيه، ما تحبيش براحتك. بس بيعمل طعم حلو قوي للبلح. والسمسم اللي احنا شايفينه ده انا بنقيه كويس جدا وبغسله في مصفى فتحتها ضيقة، وبعد ما بغسله بنشفه في الطاسة وتحفظيه في كيس في باب التلاجة، وبعد كده بتستعمليه في اي وقت بيبقى نضيف وجاهز معاك. تقلبتين كمان كده بعد ما بنضيف السمسم عشان تخلط السمسم بالبلح كله. زي ما قلت السمسم ده اختياري على حسب ما تحبي تضيفيه او لا. بعد ما بنخلط السمسم بالبلح زي ما شفنا، بنطفي عليه النار، وبعد كده بنحطه في طبق لما يبرد. هنشوف ان شاء الله ازاي نستفيد منه هو كمان كتخزين. هو كده خلاص بعد ما عرضتيه للنار تقدري تخزنيه. اللي بتقشريه، اللي مضطرة تقشريه يعني لازم تعرضيه للنار لو حابة تخزني منه. لو عايزة تخزني بلح متسيح بينفع قوي، يبقى حلو طالما عرضتيه للنار. البلح اللي ما بيتعرضش للنار وبتقشريه وتحطيه في الفريزر طعمه بيتغير، مبقاش حلو ابدا. عايزة تخزني بلح رطب لازم تجيبي البلحة المقفولة وما يتغسلش قبل ما تحطيه في الكيس، والبلحة المقفولة تتحط في الكيس، والبلحة المفتوحة بنسيحها زي ما شفنا كده. وانا هنا ببين ان هو مازال يعني البلحة نصين زي ما بنحبه، ما بنحبوش مهروس قوي، الا اذا كنت بعد كده ان شاء الله هترسيه وتعمليها عجوة. بعد ما حطيته في الطبق حطيت له كمان سمسم، وده قلت احنا بنحب السمسم عليه كتير، فاللي بتحبيه اعمليه. البلح المسيح تقدري تخزنيه وتحطيه في كيس برضو على حسب ما هتستعملي وتشيليه في الفريزر. اما المسيح ده ممكن تحطيه في قرص طرية وتعمليها قرص بالبلح، بتبقى حلوة جدا. او تاكليه كده من غير ما تحطيه في حاجة، او تغمسي بيه عيش او تغمسي بيه رز، بيبقى حلو جدا في كل احواله. وممكن او ما تسيحيش زي ما قلت وتغمسي بيه عيش وتغمسي بيه رز قبل التسييح. ده البلح بعد ما عبيناه، البلحة المقفولة اللي ما اتغسلتش، وشوفنا البلح المتسيح اللي كان في الطبق.